الخلاصه لو انا سمعت كلام اللي حواليا وانا معذور، افهم وانت معذورين في بعض الاوقات، تعبانين، خد راحه، خد وقت، مش عارف ايه كده، محدش هيعذرني. محدش هيجي يقول لك مثلا ايه، ما يعني جيو ماجد حبيبنا وكل حاجه، بس مستقبلنا، طب الحصص، طب ايه، طب مش عارف ايه، محدش هيعذرني. فكك ان انت بتحبني وانت بتحبيني وانا بحبكوا، والله كل الكلام ده على عيني وراسي، بس الواقع بيقول ايه؟ شغلي امانه لازم اتك على نفسي واعملها. محدش هيعذرني، محدش هيشدني، ولا حد هيساعدني غير نفسي، طبعا بعد الاستعانه بالله عز وجل. الخلاصه اللي انا عايز اقولها لك واقولها لك، انت وانت بتعدي عليكم ابتلاءات كتير، احيانا تعبان، احيانا مقفول، احيانا في البيت مضايقينك، احيانا في الشارع بتسمع من اصحابك كلام يضايق، احيانا وكتير السوشيال ميديا بتضيع وقتك كتير وبتغريك، احيانا ممكن تلاقي صاحبك البايظ او صاحبتك البايظه بيخرجوا كتير وعايشين حياتهم، وكل دي مغريات بتشدك. فملخص الكلام مش هيسيبوك، لا كلام الناس اللي بيكسر مقاديفك، ولا المغريات اللي حواليك، ولا اصحاب السوق، ولا انت نفسك تخرج ونفسك تلعب، او كمان نفسك ما عنديش شغف ان اذاكر، او نفسك انا متضايق ومقفول، او نفسك انا ذاكرت وجبت درجه مش حلوه في الامتحان، انا ذاكرت ونقصت درجه في الامتحان، انا ذاكرت واجي احل مش عارف، انا كده مش نافع. كل ده نفسك وشيطانك واللي حواليك، وممكن اهلك كمان ساعات يحفزوه غلط بيه. فكل دول مش هيسيبوك لو انت ما شدتوش نفسكم، ما زقتوش نفسكم، والله العظيم ما حد هينفعكم. كان في مقوله بتقول لك ان لم تكن نورا لنفسك، ان لم تكن نور لنفسك فلن يكفيك نور العالم كله. يعني لو انت اللي ما كانش نورك هو اللي ينور طريقك وينور قلبك ويحفزك من جواك، ما تستناش مساعده من حد. الناس واهلك واللي حواليك هيسقفوا لك في الاخر لما توصل، غير كده يا باشا ولا هيكسروا مقاديفك اكتر، انت مش نافع، ما غيرك بيذاكر. الخلاصه عشان ابدا، سمي الله صلى الله على رسول الله، لما تغلط في بعض الاسئله او في الامتحانات ما تكسرش مقاديفك، كله بيعمل كده. قوم وكمل يا حبيبي، احنا دلوقتي ما عندناش رفاهيه الدراما، ما عندناش رفاهيه الزعل، ما عندناش رفاهيه التعب. ركز، الله يبارك لك، ركز. محمد علي كلاي ده كان ملاكم مسلم جامد تنين جدا، اسطوره. قال جمله، قال ايه؟ قال لقد كرهت كل لحظه من لحظات التمرين. يا عم ده انت بطل، ده انت اسطوره، ده الناس كلها في وقته وعصره ولحد دلوقتي الناس بتحبه جدا وبتفتكره، ده انت كانت الناس كلها بتقلدك، انت بتكره التمرين ولكن ركز معايا، شوف كان بيقول ايه؟ لقد كرهت كل لحظه من لحظات التمرين، ولكن كان بيقول نفسه بقى، كنت اقول لنفسي اتعب الان ثم عيش بقيه حياتك بطل. اتعب شويه وعيش بقيه حياتك بطل. اتعب السنه دي واطلع السنه دي راضي عن نفسك، جبت مجموع ما جبتش مجموع دي بتاعت ربنا يوفقك للي انت عايزه يا رب، وتجيب المجاميع اللي انت عايزينها. بس عايز اقول لك الاهم مش المجموع، ربنا يوفقك كل اللي انتوا عايزينه، الاهم ان انت تطلع السنه دي منتصر على نفسك، منتصر على شيطانك، منتصر على كسلك. ركز معايا، ما انت لو ما انتصرتش على نفسك مش هتنجح في اي حاجه في حياتك بعد كده. فالاهم ان تطلع السنه دي ربك راضي عنك، شافك تعبت، شافك تعبتي، عملتوا اللي عليكم، اهلك راضيين عنك، انت راضي عن نفسك بالمعافره. النتيجه بتاعت ربنا قلتها قبل كده كتير وهفضل اقولها، انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجه. انت مسؤول قدام نفسك وقدام ربك وقدام اهلك وقدام مدرسينك وقدام كل الناس عن السعي وانك تعمل عليك وتعافر. النتيجه دي بتاعت ربنا، وما توفيقي الا بالله. طب يا جيو انا هتعب وممكن ربنا ما يوفقنيش، هيوفقك. ان لا نضيع اجر من احسن عملا، كده ربنا هيوفقك، بس ممكن مش في مجموع الثانويه، وممكن في الثانويه لو ما وفقكش في الثانويه يوفقك في الجامعه، يوفقك في جوازك او جوازك، في حد شريك حياتك كويس يصونك او يصونك، يوفقك في شغل بعدين، في صحتك، في الماديات، في الاولاد، في شغل كبير. ما هو كل دي ارزاق. تعبت النهارده ربنا ما بيضيعش تعب حد، هيدولك في اي صوره من صور العوض بعدين. هكلمكم النهارده بسرعه عن الاحباط. الناس المحبطين اللي بيقول لك يا عم اللي ذاكر، يا عم ياما ناس كانوا احسن منك وما لحقوش حلمهم، ياما ناس كانوا كويسين. بص، لو اي حد عدى من ورايا، يعني ايه حد اجانب كده، لو سمحتوا نركز في اللي بنقوله. لو حد عدى ما حدش يركز، خلاص. يعني انا هسمع الفيديو تاني عشان لو حد عدى احوش اللقطه. فعاوز اقول لك كم المحبطين دلوقتي بقى كتير جدا. بتسمع كلام من باب اللي ذاكر، من باب انت مش هتقدر توصل، من باب ان في ناس كتير زيك واحسن منك ما وصلوش. من فضلك سد ودانك عن دول. ياما كانوا بيقولوا لي يا عم ازاي صيدلي وهتشتغل مدرس، وكنت ساعتها بدرس كيمياء وفيزياء بحكم ان انا صيدلي وكنت بحب الكيمياء جدا، ولغايه من فتره قريبه كنت بدرس الاثنين مع بعض، لان كنت عاشق برضو للكيمياء مع الفيزياء. هتقول لي طبعا ما تيجي تذاكر لنا العضويه يا دكتور. صدقني من عيني لو في وقت هعمل ده.
يعني لو عندي وقت هعمل ده، لكن انتوا شايفين الضغط اللي الواحد فيه. فعايز اقول لك سمعت كلام كتير من باب برضو انت يعني ده حتى في الكومنتات يقول لك هو ده المستر ولا طالب من الطلبه. كنت احيانا اسلم على اولياء امور يقول لك ايه ده انت صغير جدا، ده كنت باخده حافز. خد الاحباطات او الكلام اللي ممكن تحسه انه احباط خده حافز، هو ده اللي هيقومك من الالم ده. هتقدر تبقى حاجه كبيره. يا تسد ودانك عن كلامهم خالص، يا اما تاخد الكلام ده على انه حافز. ياما ناس بدات من الفتره دي ووصلت لحلمها، ياما ناس ما كانوش بادئين من اول السنه واشتغلوا كويس قوي في الفتره دي وشفناهم دكاتره وباشمهندسين وكرمناهم. ده حقيقي، ده مش كلام تحفيز ولا تنميه بشريه ولا بشجعك بكلمتين. ابدا من دلوقتي،